يستر بالمدير الفني للأهلي يدرس الاستجابة لبعض الأصوات في الجهاز المعاون له والتي بدأت تطالب بالتوقف عن المداورة بين الحراس والاعتماد على مصطفى شوبير أساسيا بشكل دائم كونه الأكفأ في هذه الفترة الحساسة من الموسم. بعض الهواة وأشباه الإعلاميين الذين يظهرون على قناة نادي الزمالك يوصلون التهكم على الأهلي وسط تجاهل لجنة الرصد في المجلس الأعلى للإعلام وتجاهل من النادي الأهلي شكوى هذه الأشخاص حتى أصبح النادي مباح للي يسوى واللي ما يسواش. بعض المندسين بين جماهير الأهلي يحاولون تحريض الجماهير من جديد على مقاطعة مباريات الفريق ويستغلون فشل الفريق في تحقيق الانتصار بالأمس على زد. لجنة الكرة بالأهلي تجدد الثقة في يسترب وترفض بشكل تام فكرة رحيله في هذا التوقيت من الموسم. مصدر بالأهلي يؤكد أن مسؤولي لجنة الكرة بالنادي يرون أن أداء الفريق في مباراة زد كان أفضل كثيرا من المباريات الماضية، ولو كان هناك توفيق في فرصة طاهر أو فرص تريزيجيه الثلاثة الضائعة لكان حقق الفريق الانتصار والثلاث نقاط، أو الحكم احتسب ركلة الجزاء الذي تغاضى عنها، ولذلك الحديث عن إقالة الجهاز الفني غير منطقي تماما، خصوصا أن الفريق سيخوض أيضا بعد أسبوعين فقط مباريات ربع نهائي دور الأبطال. لكن هذا لا يعني أن هناك حالة رضا تامة عن الجهاز الفني، فهناك تحفظ كبير على معاناة الفريق معه من مشاكل في الضغط ومشاكل في المنظومة الدفاعية وأيضا التنوع الهجومي، وهذا ما سيتم مصارحة المدرب الدنماركي به. أشرف بن شرقي يؤكد لوليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي بأنه لم يكن يعترض على استبداله في مواجهة الأمس، بل كان يلوم نفسه فقط على عدم نجاحه في مساعدة الفريق في العودة لنتيجة المباراة، وما حدث لا يتخطى نرفزة ملعب. ومدير الكرة يلوم بشدة اللاعب المغربي ويؤكد أن تصرفه غير مقبول تماما، وفتح مجال للحديث عن عدم سيطرته على غرف الملابس قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دور الأبطال. الترجي التونسي يعود سريعا للطريق الصحيح ويفوز بثلاثية نظيفة على الأولمبي ليعزز صدارته للدوري، وذلك في المواجهة التي تألق فيها بشكل كبير كاسيليا أبو علي اللاعب الجزائري الذي سجل هدف رائع من كرة ثابتة. الأهلي يتنازل عن قيمة إعارة أشرف داري لنادي كالمار السويدي للاعب المغربي حتى لا يتحمل النادي جزء كبير من راتبه في هذه الفترة نظرا للأحداث الراهنة والحرب المشتعلة. شكوك كبيرة حول مشاركة منتخب إيران منافس مصر في كأس العالم بالبطولة المرتقبة نظرا لإقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية. أيمن يونس لاعب الزمالك السابق ينتقد بشدة الأهلي والزمالك بسبب أشرف داري وكولر وغيرهم من رحلوا عن الناديين وطلبوا بكامل مستحقاتهم، ويؤكد أن ما يحدث مؤخرا كوميديا سوداء وأخطاء إدارية غير مقبولة من الأندية الكبيرة وإهدار للمال العام، ومن العيب أن يكون أندية مثل الأهلي والزمالك لديهم هذه الأخطاء في صياغة العقود. ويؤكد أنه لو هناك تطبيق لمبدأ اللعب المالي النظيف لوضع كل نادي لنفسه مخرج للتعامل مع مثل هذه المشاكل.